السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هزين معاكم الاقلام بالطريقه القمر دي، ان شاء الله هتعجبكم. انا كان نفسي اعمل الافكار دي من زمان، ولو حابين تشوفوا افكار اكتر موجوده على القناه. امان عليكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، جزاكم الله كل الخير. هنجيب قطعه من رول المناديل، اي رول موجود عندك هتقص منه قطعه صغيره حوالي 2 سنتي، وهقص شريطه من الفوم الاصفر بنفس المقاس، مقاسها 2 سنتي. هحط حبة شمع صغيرين وهبدأ اثبتها بالشكل ده على رول المناديل واقص الزيادة. خلاص انا كده غلفتها. هجيب برجل وافتحه على مقاس 3 سنتي وهرسم دايرتين واقصهم بالشكل ده. هجيب المكوة وهبدأ اثبت دايرة دايرة عليه، ومجرد ما تنزل من المكوة وهي سخنة كده هبدأ اثبتها على الرول اللي انا مغلفاه عشان تاخد معايا الشكل بتاعه. هثبت الدايرة التانية وهعمل فيها نفس الحاجة، اثبتها كده على الرول. لو مش حابة تعملي الخطوة دي عادي ممكن تثبتيها على الرول من غير ما تحطيها على المكوة. هحط حبة شمع صغيرين على طرف الرول وهبدأ اثبت الجزء اللي انا عملته بالشكل ده، وبنفس الطريقة هثبت الجزء التاني. وممكن تثبتيه بالسوبر جلو يبقى افضل. بقت معايا بالشكل الجميل ده. هجيب الكتر وابدأ احدد مربع صغير كده في الطرف اللي انا قفلت بيه بالشمع عشان يبقى تقفيلك بعد كده نضيف. هعمل فتحة صغننة هكملها للآخر. غلفت 5 دواير بنفس الطريقة. اللي هثبته في وسط القلم فتحت فيه فتحتين من الجناب، واللي هثبته في طرف القلم فتحت فيه فتحة واحدة. جبت قلم لونه اصفر وبدأت اثبت فيه اول دايرة، حطيت حبة شمع وثبت فيه الدايرة اللي فيها فتحتين زي ما انتوا شايفين. ثبت الدوائر حسب العدد اللي انت عايزاه. هحط حبة شمع واثبت الدايرة التالتة. انا هعمل القلم ده ب3 دواير، وهعمل القلم التاني بدايرتين هثبته برضو بنفس الطريقة. والدايرة الواحدة هتبقى مفاجأة هعملها في الفكرة التانية ان شاء الله. حاول ما توسعوش الفتحة لان لما وسعتها بقى القلم يتحرك، فزودت حبة شمع هنا عشان القلم يثبت معايا، وحطيت حبة شمع كمان وثبت الجزء اللي فاضل. انا عملت بالفوم جليتر عشان كان عاجبني اللون بصراحة، بس مشكلة الفوم جليتر ان انت لما تيجي ترسمي عليه مش هتعرفي ترسمي. بعد ما خلصت الدوائر بالشكل ده وجيت ارسم الوشوش بتاعت الايموجي لقيت فيها صعوبة، فتعملوا الدوائر بالفوم اللي انا ماسكاه في ايدي ده، فوم السادة، او هتعملوا زي ما انا عملت كده. طبعت ورقة الايموجي وثبت كل الوشوش اللي انا حباها وبدأت الونها بالوان الفلوماستر، كانت سهلة وادتني نتيجة حلوة قوي. ثبت كل الاشكال المبهجة في جنب واحد، وثبت كل الاشكال الرعب في الجنب التاني شكلهم بقى تحفة والله. وثبت الاشكال التانية على القلمين التانيين. هبدأ الونهم، هلون جزء معاكم سهل وبسيط بصراحة في تلوينه، فلو ملكوش في الرسم زي حالاتي الطباعة هتكون افضل بكتير. وادتني النتيجة تحفة في الاخر. وبص انا كده بحفر بالقلم مش عايز يترسم عليه الحاجب، فلو حابة ترسمي يبقى تستخدمي الفوم السادة مش هينفع الجليتر، مع ان شكل الفوم الجليتر تحفة عجبوني قوي وابهروني والاولاد فرحوا بيهم قوي قوي. والحاجات دي ما شاء الله ما بتاخدش معاكي لا وقت ولا فوم، يعني اجزاء فوم صغيرة. هتعملي كل اشكال الايموجي اللي بتحبيها، وممكن الاولاد يشاركوكوا ويساعدوكوا فيها. الحاجات دي بقت غالية قوي بره، فبنحاول على قد ما نقدر نفرحهم، نعمل لهم حاجة تبسطهم يكون شكلها حلو. هتنقوا الاشكال السهلة اللي هتقدروا ترسموها. في الفكرة التانية هنعمل شكل واحد للإيموجي. المرة دي استخدمت الدايرة بتاعت الواشي تيب او اللزق الملون اللي بتفضل في الاخر. قصيت شريطة من الفوم وبدأت الفه على الدايرة بس لفيته مرتين،
وبعد كده ثبته بجزء من الشمع وقصيت الزيادة. هحط حبة شمع صغيرين على طرف الدايرة. انا عملت الدايرة بنفس الطريقة اللي عملتها في الفكرة الاولى. ثبت اول دايرة والدايرة التانية هثبت عليها المسطرة وهبدأ ارسم دايرة بالشكل ده. هفرغها بالقطر او المقص. خلاص انا كده فرغتها، هتبقى معايا بالشكل ده. هبدأ اثبتها كده على وش القلم. قبل ما اثبتها انا قصيت جزء من الفوم على مقاس الدايرة اللي في النص عشان اغلفها. انا عندي الاضاءة دي بتخبطي عليها كده بتنور، تدي اضاءة شكلها حلو قوي، شكلها تحفة. هبدأ اثبتها في قلب القلم، ومعايا الاشكال الصغيرة الجميلة الملونة دي هفضيها كده في قلبه. وهتجيبي قطعة من الستنسل الشفاف ده وهتبدأي تثبتيها قبل ما تثبتي قطعة الفوم عشان ما فيش حاجة تقع منه. انا عندي الجزء ده، دي عدسة مكبرة كانت من اللعبة بتاعة الاطفال، فهثبت العدسة بدل الستنسل الشفاف. صراحة لما ثبت العدسة فبتكبر الاشكال اللي جوه، شكلها بيبقى تحفة اكتر. هحط حبة شمع صغيرين واثبت العدسة، وبعد كده هحط حبة شمع صغيرين كمان وهبدأ اثبت جزء الفوم. بقت معايا بالشكل ده. والله العظيم شكلها تحفة، ولما بترجها بتنور. انا كمان كنت عاملة منها قلم على شكل ميني تحفة. هبدأ اجيب قلم وهجيب قطعة من الفوم مقاسها 3×5 وهبدأ اثبتها على القلم بالشكل ده. هحط حبة شمع في الطرف واثبتها في القلم. شكله بقى تحفة كده. القلم لسه مخلصش، انا هجيب قطاعة وهقص بيها قلب بالشكل ده وهبدأ اثبته في الظهر، وهرسم شكل الايموجي اللي انا بحبه. اي حاجة انت حابة ترسميها. هنا حاولت ارسم على قد ما قدرت بالالوان. ده كان قلم جاف سنه رفيع، لما تقلته بالقلم الالوان الفلوماستر مش عارفة بقى، حسيت شكله بقى سوري غبي شوية. مش عارفة بقى، انتوا اللي تحكموا. هو واضح وشكله بقى حلو واللون بقى واضح، بس حسيته الرسمة مش مظبوطة، مش عارفة. خلاص انا خلصته بقى معايا بالشكل ده. وطبعا عملت واحد كمان عشان بسام عشان ما يزعلش. شكلهم هما الاتنين احلى من بعض، والله تحفة. الاضاءة كمان مش واضحة. دي المين اللي انا قلتلكوا عليها برضو عاملاها بنفس الطريقة، بس للأسف ما كانش عندي النور ده فانا عملتها من غير نور. يا رب تكون الافكار كلها عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة وتفرحوا بيها الاولاد. لو عايزين افكار اكتر موجودة على القناة، يا ريت تشرفوني بلفة فيها وتدعموني باللايك والاشتراك وتكتبوا لي تعليق حلو. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.